هو بغض النظر عن ان انا مش فاهم مين ممكن يجي في دماغه يعني ان هو يروح الكعبة وهو بيحج او هو بيعتمر ويعمل عمرة لعايدة رياض. يعني هي مش حاجة، مش انها تقليل من عايدة رياض يعني. السياق نفسه غريب. يعني الطبيعي ان اللي بيروح هناك بيعمل عمرة لقرايبه، ابوه المتوفي، جده، جدته. عمرة لحد من المشاهير ما بتحصلش بصراحة يعني. لكن ان حد يعمل عمرة لممثل كانت جديدة شوية. وبعدين الصورة نفسها يا مؤمن، الصورة نفسها غلط خالص. يعني انت رايح عند الحرم هناك وحاطط صورة سيدة، حاطة روج، والصدر هناك مفتوح شوية. طب ليه يا معلم؟ يعني الصورة بصراحة مؤذية وزعلتني. انت مدرك انت بتعمل ايه؟ انا ما يعني مش عارف. انا عارف ان انت بتحبها مثلا، فانت بتدعي لها مثلا انها تيجي طب حضرتك دي طلعت مسيحية في الاخر. يعني هي مش يعني هي ضحكت نفسها على الموضوع ان هو الناس مش عارفة انها مسيحية. تمام، من كتر ما هي يعني ست ما لهاش في اي بصراحه ظهور كتير، ما بتتكلمش كتير في الموضوع ده. بس انا عن نفسي كواحد متابع الفن وكده عارف ان الفنانه عايده رياض هي اخت مسيحيه. وكل تحياتنا طبعا لاخواتنا المسيحيين. فبالتالي هي ما بتقولش. فالراجل عايز يعمل لها عمره، او انها يعني مش عارف هو شايف الدنيا ازاي بصراحه. هي نفسها ضحكت على الموضوع واستغربت واكدت على فكره انها مسيحيه. والراجل ده انا زعلان منه بصراحه انه حاطط صوره آه، امراه عموما بقى مسلمه مسيحيه، حتى لو كانت مسلمه يعني، بفستان ورايح بيها الحرم. يعني لان المكان ده اصلا ليه لبس معين، مش اللبس ده خالص اللي انت حاطه في الصوره. وهو لبس جميل ومحتشم وكل حاجه برضه بالنسبه يعني للجراءه اللي بنشوفها في المجال الفني وكده، ما بقولش حاجه، لكنه مش ده مكانه. هو مش محتشم قوي يعني عشان فتح الصدر دي بس. انا عايز اقول لك ان ده مش مكان تحط فيه صوره فيها لبس فيه زينه او تبرج او روج والكلام ده. ولا تعليقاتك برضو يمكن انا اللي دقه قديمه، واللبس ده عادي انه حد يتصور بيه هناك يعني، او حد يحط الصوره دي هناك قدام الكعبه.